السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم جميعا، نورتوا وشرفتوا النهاردة حتى نبحر سويا في رحلتنا الممتعة والشيقة. نبدأ أول حلقة من رحلتنا، رحلة الوعي، رحلة عيشيها صح. رحلة مختلفة، مش مجرد كلام في كورس وخلاص، ده رحلة هتعيشيها بكلك، قلبك، عقلك، مشاعرك. رحلة هتلاقي فيها طرح مبسط يلمس قلبك قبل عقلك، كأنك قاعدة مع حد بالظبط بيحكي عنك، عن مشاكلك وعن اللي بتعيشيه. اختيارنا في الموضوعات مش بشكل عشوائي، كل كلمة كل فكرة اتصاغت بعناية ودقة. ليه؟ لأنها طالعة من واقع، من أسئلة ومشاكل اتسمعت من أخوات زيكم. ولما شفت المعاناة دي كان لازم أمد إيدي بالمساعدة وأساند، وأقول تعالوا نلاقي أصل المشكلة ونشير عليها مع بعض، ونشير برضو على طريق النجاة عشان نعيش في جنة الدنيا قبل ما نوصل لجنة الآخرة بإذن الله. بس إزاي؟ هجاوبك بالتأكيد، بإدراك جديد ونظرة جديدة وطريقة تعامل مختلفة مع نفسنا ومع اللي حوالينا ومع المواقف وحتى مع الذكريات اللي وجعتنا. وأول محطة في الرحلة دي هي تقدير الذات. تخيلي نفسك في صحراء واسعة، ماشية حافية مشردة، مفيش ماء، مفيش أكل، لا ظل ولا مأوى. انت خلاص حاسة انك هتهلكي، وفجأة يظهر شخص ويعطيكي الأشياء اللي ناقصاكي. فرس هدية توصلك، مظلة تتظلل عليكي وتحميكي من حرارة الشمس ملتهبة، أكل ومية يقويكي، وخريطة توضحك الطريق وسط كل الضياع ده اللي كنت فيه. دلوقتي قوليلي ازاي هتتعاملي مع الهدية دي؟ هل هتقوليله الهدية دي تعبانة، مش نافعة، مش عجباني، ولا هتحسي ان هي ثمينة وان هي أثمن حاجة في اللحظة دي، وانك ممتنة وشاكرة لأنها أنقذت حياتك؟ ولو حد تاني شاف الهدية وأثنى عليها، هتغجلي وتنزلي راسك، ولا هتبتسمي وتقولي شكرا؟ هل ممكن ترمي الهدية أو تهمليها بعد ما استلمتيها؟ أكيد لأ. انت هتحافظي عليها وهتعتني بيها، هتهتمي بيها لأنك محتاجاها، ولأن اللي أهداها ليكي غالي عندك. نيجي هنا للسؤال الأعمق. أنت يا عزيزتي، شكلك، عقلك، قدراتك، مشاعرك، كل تفاصيلك، مين اللي عملها؟ هل أنت صنعتي نفسك، ولا أنت هدية من الله سبحانه وتعالى؟ مؤكد إنك هدية، كل اللي فيكي فضل من ربنا، كل طاقة، كل نعمة، كل جمال داخلي وخارجي هبة من الله. إذن الهدية اللي لازم تحافظي عليها وتقدريها وتكرميها هي انت نفسك، انت ذاتك، وانت تستحق التقدير ده. ازاي يا بنات، يا سيدات، يا أخوات تتعاملوا وتتعاملنا مع ذاتكم؟ أول حاجة تتعاملي معاها بحب. ليه؟ لأنك لما تحبي نفسك انت في الحقيقة بتحبي من وهبك الهدية دي، وهو ربنا سبحانه وتعالى. أنت لما تقدري قدراتك وتكرمي نفسك، أنت في الأصل بتحترمي المهدي اللي هو ربنا. ربنا قال: ألم نجعل له عينين
ولسانا وشفتين. يعني إيه؟ يعني كل حاجة فيكي من أول عينيكي لحد صوتك لجسمك لعقلك كلها عطايا من الله. طيب ينفع واحدة تاخد هدية من أغلى حد عندها وترميها أو تحتقرها؟ أكيد لأ. يبقى لازم تبعدي عن إنك تذمي نفسك أو تقللي منها. ولما حد يجي يمدحك على إنجاز عملتيه ركزي، الإنجاز ده مش بس بإيدك، ده بتوفيق من الله. فاللي بيمدحك في الحقيقة بيمدح صنع الله اللي ظاهر فيكي المتجلي فيكي. يبقى إزاي تخجلي وتسكتي؟ ابتسمي وقولي الحمد لله، شكرا، لأن الثناء ده مش عليكي وحدك، ده على فضل ربنا اللي أنعم بيه عليكي. وده معناه ببساطة تقدير الذات. تقدير الذات إنك تشوفي نفسك منحة، هدية، عطية من ربنا، وإنك من غير أي شك تستحقي تهتمي بنفسك، تستحقي تهتمي بنفسك وتنميها وتطوريها، لأن ده شكر عملي للنعمة. المشكلة يا أخوات إن أغلبكم أو أغلبنا بيبص لنفسه بنظرة قليلة. واحدة تقول أنا مليش لازمة، واحدة تانية أنا ولا حاجة. ودي أكبر غلطة ممكن تعمليها مع نفسك. تخيلي كده، تخيلي لو حد جه وقالك أنا هكتبلك شيك على بياض، حط المبلغ اللي انت عايزاه بس اديني عينك أو لسانك أو رجلك، هتوافقي؟ أكيد مستحيل. ليه؟ لأنك عارفة قيمتك وعارفة إنك لا تقدري بمال. وعشان كده عايز أقولك كلمة مهمة. اليوم اللي هتعرفي فيه قيمة نفسك إنها غالية جدا جدا وتدركي قيمتك الحقيقية هو اليوم اللي دماغك هتشتغل فيه صح وهتعيشي حياتك صح. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. كتير من الناس لما تسمع كلمة رزقكم في السماء يتخيلوا إن الفلوس هتنزل من السماء، لكن الحقيقة مش كده. الرزق مش فلوس وبس، الرزق أوسع بكتير. الرزق هو فكرة ربنا يلهمك بيها، علم ينور عقلك، علاقة طيبة ربنا يرزقك بيها، نجاح يفتح لك أبواب جديدة، راحة وسكينة جوه قلبك. كل ده رزق، والرزق ده مش بيجي كده وخلاص. الآية دي بتقولك إن الرزق مكتوب ومضمون، بس كمان بيتعلق بحاجة تانية. انت قد ايه مقدرة نفسك وقيمتك. لو انت شايفة نفسك قليلة هتعيشي على قد النظرة دي، لكن لو وعيتي لقيمة نفسك اللي هي هدية من ربنا وقتها هتعرفي ان ربنا كاتبلك رزق عظيم، بس مستني انك تقدري نفسك عشان تستقبليه. الكرسي ده اللي احنا فيه دلوقتي هو جزء من تقديرك لذاتك. لما تقرري تسمعي وتتعلمي وتستثمري في نفسك، انت كده بتقولي لنفسك أنا غالية، أنا أستاهل، أنا بستقبل رزقي من ربنا بعقل وقلب مفتوح. اسمعيني كده، اللي ربنا خلقه أو وضعه فيكي من عقل، من قلب، من طاقة، ده هو الرزق الحقيقي. ومع كل خطوة بتاخديها في رحلة الوعي انت مش بس بتتعلمي،
أنتِ بتفتحي أبواب رزق جديدة، يمكن رزق علم، رزق راحة، رزق علاقات طيبة، رزق طمأنينة، وده معنى الآية. رزقِك موجود ومضمون، بس عايزِك تصدّقي قيمتِك وتعيشيها. ألقاكم على خير وفي الخير، لنستكمل سويًا رحلتنا الشيقة والممتعة. عيشيها صح. كان معكم مصطفى عبد المجيد، وغدًا كان يومًا جميلًا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.